القنوات المحروسة. تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل. كل عام وانتم بخير. فاتت سنة ومع سنة جديدة بيتولد بكرة اللي معاه أماني وأحلام يقدر يحققها علماءنا المصريين، وتستمر رحلتنا. النهاردة احتفال بعيد الخريجين في كلية العلوم، وأيضا تكريم رواد كلية العلوم. لازم نعرف في الحقيقة انه لا يمكن لمصر ان تنهض الا بالبحث العلمي وبثمرات البحث العلمي. الطلاب بيستنوا اليوم ده عشان ان هم يحسوا بالتخرج. عيد الخريجين تم تسميته على اسم استاذتي استاذة الدكتورة لطفية النادي، فيعني مش لا يعني سعادتي كبيرة جدا بهذا العيد، ويمكن اكبر عيد خريجين حصل لكلية العلوم، يعني 750 طالب وطالبة وتم تكريمهم جميعا. مساء سعيد وعام جديد لكل مشاهدينا ومتابعينا المهتمين بالعلم والعلماء. في عرس بهيج احتفلت جامعة القاهرة من خلال قاعة الاحتفالات الكبرى بتكريم الرواد الأوائل من أبنائها المتفوقين الذين أثروا بجهودهم قواعد مؤسسة علمية مضيئة استطاعت أن تتبوأ مكانتها وسط المحافل العلمية في تخريج العديد من خيرة عقول أساتذتها الأجلاء. كلية العلوم جامعة القاهرة حرصت على تقديم لمسة وفاء وعرفانا للرواد الأوائل بما سمي هذا العام بدفعة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، الدفعة 85-86، وأبنائها الخريجين دفعتي 2012-2013 تكريما وعرفانا في احتفالها الأول بعيد الخريجين للعام الحالي. برحب بحضراتكم مرة تانية مع برنامجكم العلم والعلماء على شاشة قناة القاهرة. بيتجدد اللقاء معكم كل ثلاثاء، وبنلتقي مع مجموعة من النماذج المشرفة من خيرة عقول شبابنا الذين تفوقوا علميا ودراسيا. طبعا هم يعني على أعتاب مرحلة جديدة من خلال مراحلهم الحياتية. بنبدأ معاهم اللقاء من خلال هذا البرنامج، وبنتعرف أكثر على أحلامهم وعلى طموحاتهم وعلى مشاريعهم العلمية، وإيه اللي هم عايزين يقدموه لمصر في المرحلة القادمة، تماشيا مع هذه الفترة اللي احنا بنحس فيها بقد إيه إن شباب مصر شباب أذهل العالم أجمع بالثورة اللي قام بيها في 25 يناير، وبمدى فكر الشباب المصري الواعي المنتبه والملم بكافة قضايا بلده. معانا في الحقيقة مجموعة يعني بنسعد بيها من خلال هذا البرنامج، وإن شاء الله هم علماء المستقبل. معانا الباحث درهام عبد الفتاح، الثاني قسم فيزياء منفرد والثامن على دفعة 2013. أهلا بيك. معانا الباحثة تقى مصطفى ياسين، المتبوئة المركز السابع 17 دفعة 2013، والباحثة شيماء محمد مبروك الحاصلة على المركز 18 على دفعة 2013 كيمياء حيوية، والباحث أحمد محي الدين معروف الرابع قسم كيمياء حيوية مزدوج دفعة 2014. كمان معانا يعني من الطلبة أو من الباحثين الوافدين من
القطر الشقيق السودان الشقيقة، الباحث الطيب محمد الضو الطيب أول قسم الكيمياء الحيوية، والحاصل على المركز الثاني مع مرتبة الشرف على مستوى الكلية من القطر الشقيق السودان. يعني بداية يعني أنا برحب بكم وتهانينا للمجموعة اللي معانا، ونبدأ كده بدرهام وكلمة منك تقولها في البداية والمجال اللي انت تفوقت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقول إن مرحلة الكلية بالنسبة لي كانت من أهم المراحل، والقسم اللي أنا اتعلمت فيه أثر فيا جدا واستمديت منه كل إمكانياتي العلمية حاليا، وهو اللي اداني او نور لي الطريق للفترة اللي جاية امشي ازاي واتحرك ازاي عشان اوصل اللي انا عايزه في المجال بتاعي. وبتمنى ان شاء الله ان انا اقدر اكمل في نفس المجال بتاعي واقدم ابحاث علمية قوية ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، والباحثة تقى مصطفى المركز ال17 دفعة 2013 التخصص تقنية حيوية. تقنية حيوية. أمنياتك وطموحاتك إيه؟ هو طموحاتي إن شاء الله هكمل دراسات، يعني أنا اوريدي بدأت عملت تمهيدي ماجستير بايوتكنولوجي أو تقنية حيوية، وإن شاء الله يعني هتعين بإذن الله في مركز البحوث الزراعية، فإن شاء الله هكمل دراسات عليا. يعني التعيين في مركز البحوث الزراعية ده لسه إن شاء الله. يعني اختيار منك ولا ترشيح علشان لا، ده اختيار مني. الأوائل دي رغبة منك؟ هي رغبة مني. هو الجهاز المركزي بيوزعنا، بس هي رغبة مني ان انا اروح الجهاز مركز البحوث الزراعية، وان شاء الله هكمل ماجستير ودكتوراه في المجال بتاعي اللي هو فعلا يعني المستقبل ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. طيب، والباحثه شيماء، مبروك شيماء، المركز ال18 دفعه 2013 كيمياء حيويه. برضو نفس السؤال شيماء. هو انا نفس القسم بتاعته برضه تقنيه حيويه. تقنيه حيويه، قسم مزدوج كيمياء حيوي وتقنيه حيويه الاثنين. بس فاحنا فعلا كنا مع بعض في الكليه وكده، ومكملين الدراسه وفي نفس المكان. انت من بدايه الكليه وانت يعني عايزه تحصلي على تقدير مرتفع علشان تكملي في الكليه وتعملي ماجستير وتعملي دكتوراه يعني يكون ليكي كارير في الكليه. هو الصراحه ده كان هدف انت محدداه من الاساس؟ اول ترم لا، ما كانش من ثانويه عامه. اول ترم كان لا، ليش؟ ما هو حضرتك خارجه ثانويه عامه، طبعا التنسيق بيبقى جميل في مصر، يعني التنسيق شويه بيبقى عالي، فما بلحقش كل اللي انا عايزاها. بس انت اكيد كنت عايزه طب، وطبعا التنسيق مع الاسف فيعني دخلتي كليه العلوم، لان كليه العلوم برضو وداخلها من الكليات العلميه المتميزه. هي متميزه، بس ده مش الفيدباك، مش ده المنتشر المعروف عنها بره. يعني اي حد كليه علوم ده هيتخرج يبقى مجال تحاليل او مجال شبه المجالات عنها، وكمان دي صعبه. ده اللي بيخش في علوم يعني بيخرج بالعافيه. طب يا جماعه انا فعلا داخله كلها دراستي كانت بالعربي، بعد كده داخله كل حاجه انجليزي مختلف تماما. انا بسمع كل حاجه لدرجه في بعض الدكاتره دكتور طب معناها ايه ترجمه، يقول لك خلاص ومش عارف معنى الترجمه بتاعت الكلمه دي ايه. طب انت يعني تغلبتي على الجزئيه دي ازاي؟ خدتي بقى دورات في اللغه؟ ما خدتش خالص الصراحه في ساعتها، بس انا مامتي والدتي قالت لي طب كملي السنه او الترم وخلصي نتخرج، يعني بعد السنه ما تخلص عشان مش هتعرفي تروحي دلوقتي في اي مكان. عديت الترم الاول، طبعا في تقديرات يعني شويه في امتياز وفي جيد برضو شويه. دخلت الترم الثاني يعني برضو والدتي فضلت معايا، والدي طب عديها. في بقى هما مع الدكتور في ماده كده كنت حباها ليها علاقه برضو بالرياضه وكده، لا الكليه كويسه وممكن تجيبي فيها تقدير ومجهود بسيط، حاجه سهله. تشجيع بقى تشجيع من الدكتور نفسه، من الدكتور. وفي البيت طب الماده دي انت تحبيها، طب روحي للدكتور في المكتب اساليه، يعني هيبقى في مساعدات مكتبيه لكل دكتور يرد على الطلبه. رحت فعلا كان الدكتور بيبقى فاتح بابه في كل الوقت، اي وقت هروح له. وفي البيت طب تعالي على نفسك، طب دي نقطه ايجابيه مهمه جدا، ان في تواصل ما بين الطالب او ما بين الدارس وما بين الكليه او الاستاذ الجامعي. يعني في بعض يعني بيكون الشكوى ان مفيش تواصل، ان الدفعه على عدد كبير جدا، يعني مفيش وقت
ان يكون في تواصل ما بين الدكتور وما بين الطالب. طيب انا هرجع لشيماء تاني. انا ملاحظه ان الباحثات او ان البنات يعني بيتكلموا اكتر يعني. درهام، انا حاسه ان انا بنطق اسمك يعني مش صح، فانت يعني الموضوع ده مزعلك شويه. مش معظم الناس بتنطق اسمي صعب شويه. انت كلامك هادي اصلا؟ بقول معظم الناس ما بتعرفش تنطق اسمي في الاول عشان هو غريب شويه. غريب، اصل في درغام وفي درهام، مش كده؟ يعني في اسماء كده. هو في لكن انت درهام. درهام. طيب احمد بقى، قول لي برضه امنياتك وطموحاتك في المستقبل، عايز تكون ايه وعايز تعمل ايه وايه الهدف اللي انت بتسعى اليه؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا احب بدايه ان انا اوجه كل الشكر والتقدير والعرفان لوالدي ووالدتي، لان هم كانوا طبعا يرجع الفضل لله اولا، ثم والدي ووالدتي اللي هم وقفوا جنبي في مسار حياتي الجامعيه الى ان وصلت المركز اللي انا فيه دلوقتي. يعني احب ان انا اذكر شيء برضو من جانب حياتي، ان انا حصلت على الثانويه العامه، وانا كان هدفي في الثانويه ان انا صراحه التحق بكليه العلوم. بالعكس شيماء كانت عايزه طب، انت كنت مركز من ثانويه عامه، انا كنت عايز تخش علوم. في من ثانويه عامه صراحه ان انا التحق بكليه العلوم، بالرغم ان التنسيق في السنه دي ما ساعدنيش ان التحق بكليه العلوم، فالتحقت بكليه تربيه جامعه حلوان تخصص طبيعه وكيمياء. وبعدين لما فرغت من البكالوريوس كان في نظام بيقول ان خريج، كان في نظام بيقول ان خريج كليه تربيه تخصص طبيعه وكيمياء لهم يلتحق بكليه العلوم ويخش ويكمل ويحصل على بكالوريوس علوم. ايوه. فالتحقت بكليه تربيه جامعه حلوان تخصص طبيعه وكيمياء بهدف ان اخلص الكليه والتحق بكليه العلوم واحصل على بكالوريوس العلوم. ايوه. ما كانش هدفي حقيقه التدريس، يعني انا ما كانش عندي هوايه التدريس خالص، سبب التحاقي بالكليه دي هو هدفي. فخلصت البكالوريوس التربيه، وبعدها رحت قدمت في كليه العلوم جامعه القاهره، ودخلت من سنه ثانيه وقضيت سنه ثانيه وثالثه ورابعه، والحمد لله حصلت على بكالوريوس العلوم يعني بتقدير جيد جدا، وفي المركز العاشر على مستوى الدفعه. هايل. طيب قبل بقى ما انتقل لأحد الدارسين أو الباحثين الوارد من القطر الشقيق السودان، الطيب محمد الضوء الطيب، أول قسم الكيمياء الحيوية، وحصل على المركز الثاني مع مرتبة الشرف على مستوى الكلية من القطر الشقيق السودان. اسمحوا لي ان احنا نخرج لهذا التقرير لنتابع كلمة السيد الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة في هذه الاحتفالية التي أقيمت بالأمس تكريما وعرفانا بدور الرواد في هذه الجامعة وما قدموه للحياة العلمية من أبحاث ومن خدمات جليلة. الدكتورة لطفية النادي هي أستاذة الأساتذة في الحقيقة، وبتمثل المدرسة العلمية كما يجب أن تكون، سواء بالنسبة لزملائها وبالنسبة لتلامذتها والأجيال المتعاقبة. كل ما نقوله أننا يعني نتمنى أن يدوم عطاءها وأن يهبها الله الصحة والعافية. وفي الحقيقة هي مدهشة بقدر أن المرأة المصرية نفسها مدهشة ومبدعة. يمكن الدكتورة لطفية نبغت في وقت ما كانش ميسر قوي لنبوغ الفتيات، ويمكن ما كانش مقدر قوي. النهاردة احنا عايزين نقول ان اي استاذ من اساتذة الجامعة لما بيتلفت في مقاعد الدرس بيجد ان الاغلبية للطالبات. لما بنيجي نكرم النهاردة الخريجين والخريجات بنجد ان الاغلبية للخريجات. النهاردة هذا الواقع
الذي نراه أمام أعيننا يجب أن يفرض واقعا أيضا من واقعا جديدا من ناحية الاهتمام بالمرأة والاهتمام بتفوقها وتيسير سبل التفوق ليها سواء في الجامعة أو خارج الجامعة. النهاردة لابد أن يكون هناك ثقافة مجتمعية حاضنة لتفوق المرأة حتى لا تقهر المرأة اجتماعيا ولا يعني تنشغل بأمور أخرى تؤثر على تفوقها. في دور للدولة، في دور للجامعة لتيسير هذا الأمر. النهاردة احنا بنحيي المرأة المصرية اللي أبدعت في الحقيقة كأستاذة وعالمة وكمواطنة مصرية بسيطة، كان لها دور كبير جدا في الحفاظ على هوية هذه الدولة وفي إنقاذها حين ألمت بها ملمات كثيرة جدا. النهاردة في الحقيقة لابد أن تتبوأ المرأة المصرية مكانها، وإحنا في جامعة القاهرة بنفخر بالدكتورة لطفية وبأخواتها وبناتها في كلية العلوم والأجيال الكبيرة جدا اللي دائما بتؤصل تفوق المرأة المصرية وقيمتها في المجتمع. بنعود معكم مرة أخرى ومع مجموعة من الشباب المتميز في المجال العلمي. بنكمل حديثنا مع الباحث الطيب محمد الضو الطيب من السودان الشقيقة، وكلمني عن أحلامك وعن طموحاتك وإيه اللي أنت بتتمنى أنك أنت تحققه على المستوى الشخصي والمستوى العلمي في الفترة القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والأجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الأول أنا طبعا أولا أشكركم على استضافتكم دي واهتمامكم بالطلاب الوافدين كمان. يعني أنا مش مصري طبعا لا بس السودان ومصر يعني هم حاجة واحدة بس. حاجة واحدة. صحتها كطالب وافد. الحمد لله طبعا أنا وصلت مصر في 2010 وفي بداية الكلية وصلت إحباط شديد لأن ما قدرتش ألحق الترم الأولاني فبديت من الترم الثاني. بس الحمد لله بفضل النظام مرونة الساعات المعتمدة في الكلية قدرت أخلص الكلية في 3 سنوات ونص بدل من 4 والأول على مستوى القسم الحمد لله. فالواحد دلوقتي بيفكر طبعا في الدراسات العليا وأنا بادئ في تمهيدي ماجستير وأتمنى إن شاء الله أن أواصل في الماجستير والدكتوراه في مجال الأورام إن شاء الله، علاج الأورام بالعلاج بالجينات إن شاء الله. ليه التخصص ده تحديدا اخترته؟ والله هو احنا طبعا درسنا مواد كتير في الكلية، طبعا بندرس مواد كتيرة فبتخلي الطالب في حالة تشتت، بس احيانا لما يكون ليه هدف معين يعني في مواد جذبتنا جدا. يعني انا من المواد اللي حبيتها كتير مجال الموليكولار بيولوجي، علم الكيمياء الحيوية الجزيئية. فانا حبيت المجال ده ومجال دقيق جدا بينظر لجسم الانسان كله على اساس انه جزيئات، فاي حاجة ممكن تعالج على مستوى الجزيئات افضل من انها تعالج على مستوى العام. بس يعني واضح انك انت كنت داخل كلية العلوم بناء على رغبة منك. والله لا مش رغبة، كان التنسيق برضو هو لا انا قصتي مختلفة شوية. انا اولا بدأت في طب، انا كان طموحي ادرس طب وفعلا بدأت درست الطب في السودان 2 سنين، بس طبعا حال الظروف صحية دون عن اني اكمل في مجال الطب. فجيت مصر ولقيت الاجواء عجبتني في الكلية والحمد لله قلت اكمل في كلية العلوم. بالرغم من انك انت يعني كان الترم الاول عدى بالنسبه لي وجيت من الترم الثاني. جيت من الترم الثاني لكن استطعت من خلال تحقيق عدد ساعات معينه خلال 3 سنوات ونص ان اخلص كل المقررات المغلقه. في حاجه ثانيه لا اذكرها برضو انه غير احباط الترم الثاني. يعني انا في الترم الثاني اللي هو اول ترم ليا في الكليه تلقيت يعني خبر محزن جدا، يمكن اسوأ خبر ممكن الواحد يسمعه، وفاة الوالده فجأة في نص الامتحانات. كان يعني حاجة قاسية جدا يعني. بس الإنسان إن شاء الله يحاول من الألم لطاقة، يعني إنه يعمل حاجة ليه وإن شاء الله يتفوق. يعني البقاء لله، ويعني إن شاء الله كده تكون أفضل وأحسن. وهي يعني برضو شعر بيك، يعني أي أم برغم من غيابها عننا لكن بتكون برضو حاسة بأبنائها. فرحمة الله عليها، وإن شاء الله يعني أنت خير امتداد.
طيب احنا معانا اللقاء التالي هيكون مع السيد صلاح محمد أحمد المستشار الثقافي للقطر السوداني الشقيق في احتفالية كلية العلوم بروادها وعيد الخريجين الأول لعام 2015. نتابع هذا التقرير ثم نعود. سعيدين أن نشارك كلية العلوم جامعة القاهرة في احتفالها هذا البهي بتخريج دفعتين من طلابه، ونشارك في هذه الفرحة بالذات بأن يكون من ضمن الطلاب المكرمين في هذا الاحتفال أحد الطلاب السودانيين الذي أحرز المرتبة الثانية، وهذا شرف كبير لنا وللسودانيين الذين يدرسون في جامعة القاهرة. ونحن نكرم هذا الطالب السوداني، إنما برضو نكرم الأساتذة الأجلاء في كلية العلوم الذين هم من صنعوا هذا التكريم يعني وهذا التفوق لهذا الطالب. ونحن نمثل هنا أعداد كبيرة جدا من الطلاب السودانيين الذين يدرسون وينهلون العلم في الجامعات المصرية، وهذا التواصل العلمي ممتد لسنين سابقة وسنين عددة. فمعظم علمائنا وأساتذتنا في الجامعات نهلوا من العلوم في الجامعات المصرية. أنا بتكلم على إن هي كليات نظرية. هو الصوت بتاع الإيربس يعني معلش عشان أنا راجعة هوا معاكي ومع الشباب، وكنا بنتكلم عن موضوع مهم قوي على فكرة لازم إن احنا يعني نتكلمه دلوقتي ونطرحه. كنا بنتكلم عن البعثات والمنحات الدراسية اللي ممكن إن هي تتاح للشباب أو للباحث بعد الدراسة من خلال الكلية. فكنت بتكلم معاك وبتكلم مع تقى وقلت إن الإمكانية دي ما بتكونش متوفرة أو ما بتكونش متاحة، لكن من خلال مجهود شخصي، من خلال البحث على شبكة التواصل. هو حضرتك بالنسبة للسفر للخارج بيبقى كل جامعة بتحط شروطها، ولازم الطالب يحقق الشروط ويبعت ورقه كله بدرجاته في الامتحانات اللي هم محددينها. فمعظم الجامعات بتبقى حاطة، الجامعات بره بتبقى حاطة امتحانات صعبة شوية، وبيبقى دايما الطلاب اللي في الصين، في الهند، في اليابان، في كوريا متفوقين جدا في التعليم بتاعهم عننا. فلما بنيجي كل الشباب يقدم، المصريين واللي في شرق اسيا بالذات هم المنافس الرئيسي للمصريين في التقديم في الاماكن اللي في اوروبا وفي امريكا، بيبقى فرصة المصريين ضعيفة وبيبقى محتاج يقوي نفسه كتير عشان يوصل. ينقص يعني الشاب عندنا هنا او الباحث او الدارس علشان يكون زي مثيله يعني في الدول اللي انت ذكرتها. يعني انا شايفاكم يعني ما شاء الله عليكم يعني حاصلين على مراكز متقدمة جدا، ويعني شباب الواحد بيفخر بوجوده وان هو مصري وان هو متواجد. ايه اللي ينقص عندنا الشاب المصري علشان يكون عنده الامكانية دي؟ هو يعني اللي بينقص الشاب او الفرق اللي حاصل ما بين امكانياتنا والدول ديت مش حاجة فردية بس او حاجة في النظام بس، هي حاجة مشتركة. يعني في النظام نفسه التعليمي ديفكتس، في عيوب معينة. بيبقى الطالب في مثلا في دول زي ديت واخد مقررات دراسية اثناء فترة البكالوريوس اكتر من اللي احنا خدناه، ومستواه بعد ما بيتخرج من البكالوريوس اعلى من مستوى الطالب اللي معاه بكالوريوس في مصر. ده بيتحدد من خلال شهادته النهائية ان هو معاه مثلا مقررات دراسية متقدمة شوية، دارس حاجات احدث شوية. تاني حاجة بتبقى القدرات الفردية. بيبقى الطالب نفسه لازم ياخد
بعد ما في مرحله البكالوريوس ياخد امتحانات تانية، يحسن نفسه في اللغه، ياخد مقررات في الدراسات العليا. ده كله بيفرق لما بيجي يقدم يعني على فرصه ان هو ياخد منحه دراسيه او ان هو يتعلم بره. اكيد. يمكن برضو منظومة البحث العلمي او البحث العلمي بعد الدستور، انت برضو يعني متابعة الوضع والحراك السياسي اللي بيحدث، فاكيد لفت نظرك ان من ضمن الاشياء او اهتمام الدولة بالبحث العلمي ان هي زودت الميزانية. بس الحقيقة احنا محتاجين مش يعني الميزانية تكتر اكتر، لان البحث العلمي مكلف، وعلشان نوصل لنتيجة بناخد كذا محاولة علشان نوصل في الاخر لنتيجة موثقة، وان احنا نقدر نقول ان هي خلاص دي الحقيقة. غير كده المفروض بعد يعني احنا طالبين من مثلا بعد ما نخلص المرحلة الجامعية يبقى في تواصل ما بين الطالب وما بين الجامعة، بحيث انه يكون عارف كل الحاجات اللي ممكن تتقدم له في البعثات والمنح بره، غير بس المجهود الشخصي على الانترنت، لان مش كل الناس بتعرف توصل بالطريقه دي. لكن مثلا الجامعه ممكن او الكليه بالذات ممكن توفر لنا، تقول لنا المنظمات محتاجه كذا وكذا وكذا، في مثلا منحه يعني عن طريق على الاقل يعني او على مثلا موقع الكليه يعني يكون في اطلاع للباحث او معرفه للباحث عليه. كان في فتره من الفترات الجامعات كان بتلحق الباحثين او الدارسين لديها ببعثات ومنح دراسيه، لكن حاليا يعني قلت علشان خاطر برضو احداث البلد وبرضو الميزانيه يعني مش مساعده قوي. بس على الاقل حتى هم يعني يبقى الدور بتاعهم التوعيه، ان هم يقولوا لنا في مثلا منظمات كذا، في طلبه في يعني هم بس مجرد يبلغوا الطلبه او يبلغوا الباحثين، بحيث ان اللي عنده قابليه ان هو يروح يبقى عارف، او امكانيه ان هو يعني يكمل في الخارج يكون على درايه. طيب تقى بتقول ده اللي ينقصنا بالنسبه للبحث العلمي. شيماء انت شايفه ايه برضو يعني في منظومه البحث العلمي برؤيتك كشابه وكباحثة عشان نكون أفضل ونكون أحسن؟ استوعب كل الأفكار اللي بيقولها الطالب أو الخريج، لأن في ممكن تبقى أفكار جديدة بس ممكن تتطبق. وبعدين برضو المعاملة، أنا أفتح أماكن بحث بتاعتي، يعني هو في حاجة حلوة أوكي، يعني بالفعل بيعينوا مثلا أول أو تاني على الدفعة مثلا كمعيد، فممكن ده طبعا بيكمل ماجستير ودكتوراه. الباقي في قرار نزل حالي من الدولة بتكرم 20 أوائل بس بتعينهم في الحكومه، بس للاسف مؤخرا مثلا من حوالي سنتين الاماكن البحثيه قالت لك لا انا ما عنديش مش عايزه، فبالتالي انا كاوائل خريجين هتوزع، ومثلا كليه علميه هتوزع اماكن اداريه. التوزيع الاماكن البحثيه مش عايزين، ما عندها كفايه لان في يعني قرار ان الاوائل على الدفعه لعدد معين هم اللي بيحصلوا على تعيينات في اماكن علميه او في مراكز علميه. لا ده هو بس عدد معين بيتعينوا جوه الكليه اللي هو معيد. طب الباقي اللي هو باقي ال 20 بعد ما بيشيلوا المعيدين دول بياخدوا 20 برضه من الكليه بيتوزعوا في تعيين حكومي. تعيين حكومي ده المفروض انا واحده مثلا خريجه علوم ليا الاماكن بحث علمي، انا برضه اوائل خريجين، لا مش كلهم بيجي لهم اوائل خريجين مش بيجي لهم اماكن بحثيه للاسف. بالتالي بقى تتعامل مع مكان بحثي تعرفي تجيبي منه افاده، تروحي انا عايزه اروح المكان ده يقول لك لا انا مش هديكي الورقه، يقول لك لا ما تروحيش. انا بتحطم، انا مثلا بقالي دلوقتي متخرجه 2013 سنه ونص متخرجه او اكتر، والى الان يعني ما فيش فرصه عمل. حاولنا بقى بالنسبه لك؟ لا رحنا مكان للاسف، يعني هو مش للاسف بس احنا قعدنا فيه سنه اصل انا رحت المكان ده عشان اخد منه الجواب عشان جيت يعني هناك قعدت سنه بشتغل. ده كان يعني حصولك على المكان ده او التحاقك بالمكان ده كان يعني محاولة شخصية منك او مجهود شخصي من الجامعة ما كانش ليها دور؟ لا خالص، انا اول ما خرجت انا حتى مش عارفه اروح فين. انا ده كان بحث، طب انا عايزه اشتغل في مجالي، طب انا مجالي في سوق العمل فين؟ انهي مجال؟ المكان ده ابدا مثلا اتكلم مع الدكتور يقول لي لا المكان الفلاني والمكان الفلاني بيتيح فرص عمل او هو المجال بتاعي كويسين. طب انت برضو اثرتي نقطة مهمة جدا يا شيماء، يعني ان الاوائل برضو لابد من توافر فرص عمل ليهم في اماكن كويسه، ولا انت رايك ايه يا احمد؟ والله انا رايي ان المفروض ان
الدولة تهتم بالطلبة الأوائل، لأن دولت هم اللي هيكون عندهم أفكار كويسة وأفكار ممتازة إن هي تسهم في تنمية البلد وتقدم البلد في المجالات المتنوعة. يعني أنا من واقع مجالي الكيمياء الحيوية، أنا دخلت المجال ده على حب إن الكيمياء الحيوية بندرس كل يعني باختصار نقدر نقول إن إحنا بنشوف قدرة ربنا عز وجل في خلق الإنسان. بندرس كل شيء يتعلق بالنظام الحيوي بتاع الإنسان وكل شيء، فبنقدر نشوف الإنسان كل الأجهزة بتاعته، النظام البيولوجي بتاع الإنسان وكده. ويعني من رأيي إن إحنا المفروض إن إحنا بدل ما يعني مثلا في مجال الأدوية، إن علشان دواء جديد يكتشف بيمر بمراحل جديدة، بيمر بمراحل كتير جدا. صحيح. يعني احنا في مصر هنا ما بيحصلش عندنا ان عشان يكتشف دواء جديد ويمر بمراحل كتير جدا، بل احنا بنعتمد ان الدواء ده بيجي لنا من بره مباشره، خلاص هو اكتشف وتم دراسه التاثير بتاعه وكده، وبيوصل لنا احنا في المرحله الاخيره. طب ليه احنا ما نشتغلش من المرحله الاولى، من المرحله من البدايه، ويشاركوا الشباب اللي زينا في المراحل ديت، وان احنا نسهم بالفكر بتاعنا في المراحل ديت. تمام. طيب كلمة أخيرة كده من الطيب بالنسبة لرؤية الشباب في منظومة البحث العلمي، علشان أنا للأسف وقتي انتهى ومر معكم. إيه اللي ينقصنا يعني برؤيتك كباحث وشاب؟ ينقصنا اهتمام أكبر بالخريجين والباحثين من قبل الدولة. يعني دلوقتي احنا عندنا ميزانية البحث العلمي في الوطن العربي في السودان وفي مصر قليلة جدا مع حجم الميزانية العامة. يعني المفروض يكون فيه اهتمام اكبر من كده، واهتمام بالخريجين خصوصا في السودان. انت بتتكلم على يعني السودان، ان نفس الحكايه. الميزانيه الخاصه بالبحث العلمي لابد ان يعني يكون اكبر من كده شويه، يكون في اهتمام اكبر خصوصا بمراكز البحث العلمي. يعني وانا وجودي في مصر خصوصا اني وافد، فواجهت مشكله كبيره جدا في البحث العلمي، ان الكليه عامله شرط ان اي حد يسجل دراسات عليا لازم يبقى يشتغل في مركز علمي، مركز بحثي حكومي. وانا ماليش اي تعيين حكومي طبعا، لا في الجامعه ولا في اي مركز حكومي خارجي. اكيد دي مشكله مهمه يعني انتوا اثرتوها، ولابد من يعني ايجاد حل ليها من جانب الدوله، والجامعه ايضا يكون ليها دور في حل هذه المشكله. انا طبعا يعني شايفه البنات معاهم الميداليه اللي اخذتوها كجائزه مع الشهاده، ومع الشهاده. انا مره ثانيه يعني بوجه ليكم التهنئه، وان شاء الله موفقين وتحققوا كل يعني ما تتمنوه في المجال العلمي وعلى مستوى الحياه الشخصيه. بشكركم جميعا، بشكر كل مشاهدينا ومتابعينا. بالشباب دايما بتتقدم الامم، لان الشباب هم ذخيره المستقبل، وبيهم هتحدث نهضه في كافه المجالات. بشكركم وبلقاكم في الاسبوع المقبل مع عالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. إلى أن نراكم، لكم مني التحية ومن مخرجة البرنامج عبير الحلبي كل الشكر والتقدير. لابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي مقدور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح. مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. طوبة فوق طوبة وابني مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معايا، واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح. مش هنمشي غير لما